السلام عليكم ورحمة الله. في الطريق لصناعة اللبنة أو الجبن الذي يوضع في زيت الزيتون، يطلق عليها اللبنة السورية، وكذلك عندها مصطلحات هنا. تقريبا كل الأجبان في كل بلد يتغير فقط الاسم، ربما ذاك الجبن يكون خاص ببلد معين، لكن سنجد شبيها له في بلد آخر باسم آخر. الأجبان هو عالم ويعتمد على البادئات. لما نضع الحليب على النار قبل وضع المنفحة، أشخاص تسأل كثيرا عن المنفحة. المنفحة هي خميرة تباع، تتحول إلى سائل، نضيف لها الماء تتفكك فيه تتحول إلى سائل، نستخدمها بتركيز معين على حسب توصية الشركة. نستخدمها من أجل فصل الخثارة اللي هي بروتين الحليب الكازيين عن مصل الحليب. يروح المصل تبقى الخثارة اللي هي المادة الأولية لصناعة كل الأجبان. كل الأجبان المصل قلنا فيه فوائد، اللي يحب يستخدمه للطهي، لسقي الأشجار، للإضافات العلفية. عبارة عن ماء منحل فيه بعض المعادن وبعض الفيتامينات. الخثارة الكازيين اللي هي تحتفظ بالدسم، تدي حصة الأسد الكبرى من مكونات الحليب، هي الأساس لصناعة الأجبان، هي المادة الأولية لصناعة كل الأجبان. لما نسخنوا الحليب نتاعنا نضيفوا له المنفحة. مكان بيع المنفحة هو توجد محلات خاصة ببيع الخمائر وأدوات صنع الأجبان، تبحث عليها في المواقع التواصل راح توجد، وأغلبيتهم يتعاملوا بالتوصيل، راح توصلك للبيت. لما نتحصل أنايا على الخثارة، درت المصل، درت تجبن، تحصلت على الخثارة نتاعي. ناخذ الخثارة هذيك نشكل بها جبن معين. إذا رجعت وتسخنت في المصل نتاعها 45 درجة مئوية، هنا راح نأخذ منحى نتاع الأجبان المعتقة المضغوطة أو نصف مضغوطة، الأجبان الصلبة والطرية كلها تمشي على هذا، ليس طرية، الأجبان المضغوطة الصلبة ونصف صلبة تمشي على منحى أنها ترجع إلى النار 45 درجة بعد التجبن. الأجبان الطازجة أغلبها تروح تتقطر في شاش، وبعد تجي تتشكل وتتنكه على حساب الوصفة اللي عندك، على حساب نوعية الجبن. مثلا اللبنة هي من بين الأجبان الطازجة. الأجبان الطازجة تتناول بعد انتهاء من إعدادها مباشرة. الصلاحية تاعها توضع في البراد، الصلاحية من اليوم من الصنع إلى 7 أيام. أما اللبنة اللي توضع داخل الزيت، هنا الزيت يعمل وكأنه مادة حافظة، الزيت يصبح هو المادة الحافظة. كي نكملوها إن شاء الله راح تستفيدوا منها جيدا وتشوفوا تتبعوا تفهموني.